النهارده هنعمل مع بعض اكله محدش بيختلف عليها من جمالها، وكمان مفيده جدا 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 وتحفه قوي. هنعمل مع بعض تحابيش المذبح كده اللي بتدخل في القلب وتذبح، بجد جميله قوي يا جماعه وطعمها خطير ولذيذه قوي. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو انتوا اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان اي جديد اعمله يوصل لكم على طول. بصراحه الوصفه بتاعت النهارده انا من عشاقها ومغذيه جدا جدا، وهنبدا في الوصفه على طول من غير كلام كتير ونقول لكم بقى هنعمل ايه. اول حاجه كده انا عندي بقى ايه، هنا طبق كده فيه شويه من الزور على الكلاوي على الفشه، وعندي الكبده، وعندي القلب، تمام، اللي هو القلوب. هناخد كده ايه معلقه من السمنه البلدي ونضيفها في الصينيه او في الطاسه اللي هنشتغل فيها. هي بتتعمل بطريقه بسيطه جدا جدا وسهله قوي، ما بتاخدش وقت كتير، وفي نفس الوقت ما بتاخدش توابل كتير ولا مكونات كتير ولا اي حاجه. ضفت معلقه السمنه البلدي كده، ولو سمنه تانية عادي، بس السمنه البلدي الصراحه بتديها طعم حلو قوي. تمام، هنا بقى كده خدت حبه الحاجات اللي هم المتحبشين دول، وركنه بقى ايه الكبده على جنب. نزلت كده بالزور والحلويات كده زي ما انتوا شايفين، ومعاها كان بقى ايه حته من الفشه المغسوله كويس جدا جدا. هتقولي طبعا انت ما سلقتيش الفشه ليه؟ هقول لكم عشان دي كانت لسه مذبوحه على طول، وكان ايه مش محتاجه بصراحه سلق. تمام، فانا ايه بحب كمان اعملها كده، بحس بطعمها اكتر بعد ما شوحتها. وهي كمان مش كميه كبيره يعني، حبه صغيرين. تمام، بعد ما شوحتها بقى كده وخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، رحت نازله عليها ايه بالكلاوي والقلوب. اوكي، عشان ايه؟ دول بياخدوا يعني مش بياخدوا وقت في السوا يعني وفي التشويح. تمام، رحت بقى منزلاها كده عليهم وابتديت ان انا اشوح فيها بالشكل ده. انا مش هحط الكبده دلوقتي خالص غير في الاخر، لان الكبده يا جماعه يعني يستحسن ان احنا ما نسيبهاش اكتر من 3 4 دقايق على النار. لما بتسيبيها كتير بصراحه ما بتكونش حلوه وبتسود، وطعمها مش بيكون مظبوط خالص، مش بتكون لذيذه. هنا بعد ما شوحت بقى كده الحاجات الحلوه اللي هي الحلويات اللي انتوا شايفينها ديت، هروح بس مديها حوالي كده من نص كوبايه الميه، ايه من غير اي حاجه. ليه بقى؟ عشان الفشه تستوي، وعشان الكلاوي والقلوب والحلويات بتاعتنا دي كده ايه تستوي زي ما انتوا شايفين، وما ترجعوش تقولوا ان هي نيه. بس والله العظيم اللي هيجربها بالطريقه دي مش هيبطلها خالص خالص خالص، لانها بجد يعني تحفه. تمام، بعد ما اتشوحت بقى وشربت الميه بتاعتها واستوت خالص زي ما انتوا شايفين معايا وخدت اللون الجميل ده، رحت نازله عليها بقى بالكبده. والكبده دي يا جماعه اخر حاجه خالص بنحطها قبل ما نحط التوابل بتاعتها. هنديها بس تشويحه بسيطه، اللي هي بس تغير اللون بتاعها تغيير بسيط، لكن ان انت تسيبيها كتير هتسود زي ما قلت لكم، مش هتبقى حلوه خالص. اوكي، دي يعني دي خطوه اساسيه من خطوات الوصفه بتاعت النهارده. تمام، هننزل بقى عليها بالتوابل بتاعتها اللي هي حاجات كلها بسيطه جدا جدا، وفي نفس الوقت بتدي طعم خطير وبتبين لك طعم كل حاجه انت عملتيها. نزلت كده بالملح، دي معلقه صغيره من الملح، والملح طبعا حسب الرغبه، في ناس بتحب اكلها حادق، في ناس بتحبه دلع، فزي ما تحبوا انتوا هتعملوا. اوكي، وهنزل عليها بمعلقه كده من الفلفل الاسمر، تكون معلقه حلوه يعني مش كتير قوي برضو، بس تكون معلقه ايه مظبوطه. مش هننزل عليها اي توابل تانية نهائيا، ولا هننزل عليها توم ولا فلفل ولا بصل، لان كل الحاجات دي بتغير طعمها. وعايزه اقول لكم يا جماعه الكبده البلدي بالذات بالحاجات ديت ما ينفعش ان احنا نضيف لها الثوم، لان الثوم بقى بيزفرها وبيخلي طعمها مختلف خالص خالص خالص. تمام، انا كده بعد ما شوحتها بقى اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا الكبده لسه زي ما هي لونها بينك اهي، وجميله جدا ولذيذه وحلوه قوي. رحت بقى طفيت عليها وخدتها بقى كده اهو ونزلتها بقى على الطاسه الفظيعه دي. عايزه اقول لكم بقى الاكله العظيمه دي جوزي مش بيحبها، انا بس اللي بحبها وانا اللي بعملها لنفسي، لاني بصراحه وانا باكلها كده ببقى مستمتعه جدا. ان شاء الله الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه بالنسبه لكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش ان انتوا تعملوها. وتقدروا على فكره تعملوها في رمضان، وتعملوا طبعا بقى معاها الممبار الجميل. ان شاء الله هنعمل الوصفه دي في رمضان والله، وهعمل لكم كام يوم الجايين دول كام حاجه كده حلوه هتستفادوا منها جدا جدا ان شاء الله في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. يبقوا وصفات اساسيه بيحتاجها كل بيت وبنشتريها كل يوم من الشارع. ان شاء الله بقى اشوفكم على خير يا رب، وفي فيديوهات جديده ووصفات جديده. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. باي باي.